لا انا عايزك تنشفي شويه. مشوار شاكيرا بيبدا بعضله. مشوار شاكيرا لسه بدري عليه. ما تقلقيش، انا النهارده جايه اصحح لك المعلومه. لما تشوفي صور الستات اللي منتشره على النت وعضلاتهم ضخمه كده زي بتوع كمال الاجسام، يا ريت ما تقلقيش خالص، لانك مهما شلتي اوزان الدنيا كلها عمر جسمك ما هيبقى زيهم. الحقيقه بقى ان الصور دي بتبقى حقيقيه مش متفبركه. يا راجل دول بياخدوا حقن لمواد معينه كده بتكون عندهم العضلات بالشكل ده، ولكن مش على شالوا حديد ولا اوزان تقيله. طب تعالى اوصف لك الحكايه اكتر من كده. جسم الست فيه هرمونات مختلفه خالص عن الراجل، يعني احنا كستات ما عندناش هرمونات عاليه من هرمون النمو وهرمون التستوستيرون. الهرمونين دول مسؤولين كويس جدا عن تكوين العضلات بالشكل ده. وريني بقى هتستعد للمهمه دي ازاي. تعالي بقى اقولك، لو بترفعي اوزان الموضوع ده هيفرق معاكي ازاي. اول حاجه هتخسي وهتحرقي سعرات كتير جدا، بس ما تنسيش تظبطي اكلك ساعتها. ايوه بس انا مش حامل، ده انا ضربت من كتر الاكل. لو حضرتك بتفرهدي من اقل مجهود فهتبقي نينجا خالص في حمل الاوزان. انا سترونج اندبندنت وومن. لو حد بقى مضايقك ومنكد عليكي وحاسه باكتئاب وعايزه تطلعي غلك كده او تطلعي كل الطاقه السلبيه، روحي الجيم وشيلي اوزان والعبي رياضه. الموضوع هيفرق معاكي جدا. انت بتقف وتمثل بقى. بص بتعمل ازاي؟ نزل ايدك. انت فاكرني كيوت؟ ده انا من استني بقى، هنا رحتي فين؟ انت عارفه ان كل ما بتكبري كل ما بيزيد عندك وجع العظام ووجع في المفاصل، فانك تشيلي اوزان وانت في عز صحتك كده الموضوع ده هيفرق معاكي جدا لما تكبري. ده ميت وده ميت، انا هخاف من ايه؟ في الاخر بقى لو انت اتشجعتي وحبيتي تروحي وتشيلي اوزان، يا ريت يبقى معاكي الكابتن اللي توجهيه. ولو ما اتشجعتيش عادي جدا انتخي، وكلنا بننتخ ومفيش احلى من الانتخه في الشتاء. وسلام عليكم.